lütfen imkanı olan kimse esirgemesin yardımını. Gerçekten hala güç altında insanlar var ve gerçekten durumları çok kötü. Bir sürü mesaj geliyor, bir şey yapamıyoruz. Sadece paylaşım yapamıyoruz. Lütfen herkes elinden geleni yapsın. لطفا. اللي قدامنا ده الشيف براك، واحد من أشهر الشيفات في العالم، معروف بابتسامته الجميلة ووشه البشوش، واللي دايما بيبهر العالم كله بفيديوهات الطبخ بتاعته. الشيف براك من كام يوم نشر فيديو ليه وهو وشه كله حزن وكسرة وخيبة أمل، على عكس كل الفيديوهات اللي بيطلع فيها مبتسم وبيقول للجمهور بمنتهى الحزن أهذا جيد. الفيديو ده كان صدمة لكل الجمهور وخلاهم عايزين يعرفوا ايه اللي حصل له ووصله لكده. الحكاية ان الشيف براك كان عامل لابوه توكيل على كل المطاعم بتاعته ومأمنه وبيحبه كل الحب لان ابوه من دمه، لكن ابوه استولى على كل المطاعم بتاعته وباعها بدون علمه، وباع كل سلسلة المطاعم لرجل اعمال وخد كل فلوسها، ووصى لابنه انه هيبيع عربيته اللي فضلاله من كل ممتلكاته عشان بس يعرف ياكل ويشرب. مش متخيل ازاي حد يقدر يعمل في لحمه ودمه كده. تخيل ان ابوك اللي كنت بتثق فيه ثقة عمياء خانك بأفظع طريقة ممكنة، خدعك ونصب عليك وباع كل المطاعم بتاعتك ورأس مالك في الدنيا، ضيع تعبك وشقى عمرك في لحظة بمنتهى الجبروت. الصدمة مش صدمة المطاعم اللي راحت، الصدمة صدمة الأب الخاين. ابتلاء صعب جدا ان أقرب ناس لينا ممكن يبيعونا ويكونوا السبب في كسرة قلوبنا، واحنا اللي فاكرينهم انهم هيفضلوا دايما في ظهرنا وسند وقوة لينا. قصة الشيف براك بتخلينا نعرف ان مهما كان حد قريب مننا او حتى اللي من دمنا واحنا من دمهم ممكن يجي عليهم وقت من الاوقات ويخونوا ويجرحوا قلوبنا. حقيقة مؤلمة بس لازم تفتكرها. في الزمن ده توقع اي حاجة ومن اي حد. اتمنى ان الشيف براك يقدر يلاقي السلام والراحة في الوقت الصعب ده، واتمنى كمان ان قصته تقدر تفكرنا كلنا ان مفيش حاجة مضمونة في الدنيا دي غير ربنا وعلاقتنا بيه.